السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعي قناة لكم تطبيق. التطبيق ده من خلاله إن أنت هتعرف تنزل جميع القنوات المشفرة والقنوات الفضائية وجميع الأقمار، يعني كل الترددات اللي موجودة على جميع الأقمار وبالأسامي. إن شاء الله التطبيق ده هسيب لك رابط التطبيق ده أسفل الفيديو. بعد البث المباشر على طول هتلاقي التطبيق. كل اللي عليك إن أنت تنزل تحت في الفيديو، هتلاقي بعد البث ما يخلص هتلاقي التطبيق. هتاخد التطبيق ده تخش من عليه، هتلاقي جميع القنوات المشفرة، وجميع القنوات المشفرة والشفرة بتاعتها، وجميع القنوات برضو اللي موجودة على جميع الأقمار. كل اللي عليك ان انت بعد ما خلص البث المباشر تخش على على الرابط اللي انا هسيبه لك. طبعا في ناس هتخش على الرابط دلوقتي تقول لك الرابط مش موجود. فعلا انا مش ناشر الرابط حاليا، بس بعد ما اخلص البث المباشر هحط لكم رابط الموقع او البرنامج اسفل الفيديو. هتخش مباشرة هحولك على خمس ست اقسام. القسم الاولاني هو النايل سات، القنوات اللي هي شغالة على النيل سات والقنوات اللي هي مشفرة. والقسم التاني طبعا القنوات المشفرة بتاعت البي ان سبورت. والقسم التالت اللي هو القنوات اللي هي بتاعت البي ان سبورت اللي موجودة على جميع الأقمار. والقسم اللي هو اللي بعد منه على النايل سات وعلى الأوروبي وعلى أستر 19. بس يعني انت كل اللي عليك ان شاء الله بعد ما خلصت البث المباشر هيسيب لك رابط التطبيق ده. او لو دخلت على جوجل بلاي كتبت جميع ترددات النيل سات هيظهر لك على طول. بس انا ان شاء الله بعد ما اخلص البث المباشر هسيب لك رابط البرنامج ده. بس ارجوك ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ده طبعا فضلا وليس امر. كل اللي عايز يشترك في القناة تحت امره. ان شاء الله القناة دي فيها اللي انت عايزه، فيها الجديد، فيها ان شاء الله هنعمل فيها سلسلة من تركيب الاقمار. كل اللي ليه قمر معين عايز يستقبله يقول لنا عليه، واحنا ان شاء الله هنستقبله لكم بصوت وصورة. بس كل اللي انا بطلبه منك ان انت تدعمنا باللايك. كل اللي بيتفرج معانا على الفيديو اللايك بتاعك بيبقى شرف منك، اللي يهمنا كل واحد يسيب لنا البصمة بتاعته، يقول لنا ان هو عايز كاميرا معين، عشان ان شاء الله هنستعرض لكم جميع الاقمار على جميع الطباق. الطبق هنبدأ من اول الطبق 60 وانت طالع عدات المتر، عشان اللي ما عندوش طبق متر برضو لنا حل بديل برضو مع الطباق اللي هي 80 سنتي، والطباق اللي هي 75 والطباق 60. بس كل ان شاء الله كل اللي انا بطلبه منك ان انت تدعمنا باللايك وتشترك في القناة، عشان انا يعني ما فيش دعم منكم. انا كل ما عايز كل ما انزل الفيديو يا جماعة الاقي منكم الدعم. انا عندي 35 الف مشترك، ما بلاقيش حوالي اللي هم 2000 ناس 2000 مشترك بس اللي بيتفرجوا. حوالي 100 واحد بيعملوا لي لايك. يعني فين يعني انا زي ما انا برفع لك معلومة وبتستفاد منها، انا برضو عايز برضو استفاد منك ان انت تسيب لنا شرف او تسيب لنا بصمة منك ان انت تدعمنا. فيا ريت لو حد سامع الصوت بتاعي او البث شغال يعرفنا ان البث شغال ولا لا، اي تعليق عشان اعرف ان البث شغال، عشان نستمر ان شاء الله. ونقول لكم ان شاء الله هنشرح لكم بعد كده البدايل بتاعت قناة البي اوت. وان شاء الله هنوريكم ازاي نستقبل القمر اللي هو اليو سات اللي هو 52 ونص درجة، اللي هو بيستقبل قناة سوريا سبورت. القناة دي بتستقبل الصورة بتاعتها اللي هو من الدول الأجنبية، وبتجيب التعليق بتاعها من قناة البي ان سبورت. يعني فلاشة هي بتوفر لك الميزة ديت على طول. ان شاء الله هنوريكم الاستقبال القمر ده ان شاء الله قريبا، بكرة او بعده بكثير ان شاء الله هنستقبل لكم القمر ده. بس يا ريت لو حد سامع ولو الصوت بيقطع ولا اي حاجة، يا ريت حد يعرفنا ان البث شغال عشان نستمر ونتكلم في الحفلة ديت. فيا ريت كل اللي عنده سؤال، حد عايز يسأل اي سؤال انا تحت امرك. كل اتفضل اكتب لنا التعليق واحنا هنجاوبك عليه ان شاء الله. عشان ان شاء الله كل اللي يخش وينزل التطبيق اللي انا هقول لكم عليه يقول لنا ان شاء الله ان التطبيق شغال معاه ولا لا. كيف اظبط قمر اسرع 19؟ اين يوجد القمر ده؟ ممكن يجاوب اخي الكريم.
بص يا اخي، انت لو مستقبل القمر الاوروبي، لو انت مستقبل القمر الاوروبي وانت واقف ورا الطبق على ايدك الشمال او ايدك اليمين عفوا، وانت واقف ورا الطبق على ايدك اليمين، يعني مفيش حوالي خمس مش مكمل 3 سنتي، هتحط العدسة على نفس الميلان بتاع الاوروبي، هيلقط معاك الاشارة على طول. لو انت واقف قدام الطبق، كل اللي عليك ان انت تحط على ايدك برضو على ايدك اليمين، يعني لو انت واقف ورا الطبق على ايدك الشمال حوالي 5 سنتي. لو انت واقف ورا قدام الطبق يبقى على ايدك اليمين. ده طبعا من لو انت مستقبل القمر الاوروبي. طيب لو انت مستقبل الطبق اللي هو القمر اللي هو استر 23، يبقى وانت واقف ورا الطبق العدسة هتبقى على ايدك الشمال، ولو انت واقف قدام الطبق هيبقى العدسة على ايدك اليمين مباشرة. فيا ريت كل اللي ليه اي سؤال بخصوص الاقمار وتركيب الاقمار، ان شاء الله كل واحد يكتب التعليق اللي هو عايزه، هو عايز يستقبل قمر ايه، واحنا ان شاء الله هننزل لكم تركيبة اقمار، وهنشرح لكم خطوة بخطوة ازاي ان انت تقدر تستقبل القمر ده، ازاي الاقمار اللي هي الصعبة اللي هي مش بتستقبل الله هنوريها لكم ان شاء الله بعد البث المباشر. هرفع لكم رابط التطبيق ده مباشرة بعد الفيديو، عشان انا الوقت عامل بث مباشر مش هينفع ان انا انزل ارفع التطبيق. فان شاء الله بعد البث المباشر على طول هرفع لكم البرنامج. فكل اللي عليك ان انت تخش تشاهد على طول البرنامج ده بدون اي مشاكل. بس اطلب منكم طلب، لو كل واحد بيستفاد مننا بتاعتنا، ممكن تقول اقوى تردد لقناة القمر أسطرة. انا هوريك عملي قمر أسطر استفسر عن اي حاجة، وهقول لك اقوى تردد للقمر ده. بس لحظات هشغل لكم قدام حضراتكم. حاضر هقول لكم اقوى تردد دلوقتي. اللي هو قدامنا اللي هوريكم برضو عشان اللي عايز يستقبل استر 19، طبعا قدام حضراتكم اهي يا جماعة. ده استر قمر استر 19، وده القنوات اللي هي موجودة عليه. طبعا عليه باقة سكاي، عليه جميع الباقات بتفتح بالشيرنج برضو يا جماعة. ودي طبعا اقوى تردد قناة اللي انت تقدر تستقبل بيه القمر اللي هي قدام حضراتكم ديت. طبعا القناة هي شغالة. أقوى التردد بالقمر ده إن شاء الله هو 11627، معدل الترميز 21980، يعني 21980. لو أنت عايز تكتب أقوى تردد اكتب 11627 عمودي، معدل الترميز 21. عايز اقوى تردد للقناة اللي هو القمر الاوروبي، بس هنستعرض لكم الاول قناة شغالة كده على القمر اصفر. طبعا القمر ده عليه باقة البي ان سبورت طبعا يا جماعة اللي هي ماكس. فان شاء الله هنخش نوريكم القمر اللي هو التاني اللي هو الاوروبي. هنخش هنا على قائمة الأقمار، هنختار طبعا، هنروح نشوف قناة مشفرة بإزاي الماتشات. طبعا القناة دي مشفرة، دي أقوى تردد إن أنت ممكن تستقبل بيه القناة ديت اللي هي 11411. معدل الترميز 27494. أفقي اتش. ده أقوى تردد للقمر اللي هو الأوروبي. طبعا احنا وريناكم اقوى تردد للقمر استر 19، وان شاء الله هنستعرض لكم بعد كده جميع الاقمار. ولو انت عايز تعرف اقوى تردد لقمر اموس برضه هنستعرض لكم. هنخش على قمر اموس اللي هو طبعا القمر الصهيوني. طبعا قناة اللي هي قناة مكان. طبعا انا شايل العدسة من عندي. فاقوى تردد اللي هو 5 وحيد اتش،
معدل الترميز طبعا هيبقى ضعيف جدا، اللي هو 85 17 اللي هو حضر قدامكم. فيا ريت لو اي واحد ليه سؤال يا ريته يكتبه لنا في التعليق كده، او يرد علينا على بخصوص الاقمار. عايز يستقبل القمر ايه، نفسك تختار عايز انهي تردد. كل اللي عليك ان انت تجاوبنا. بس يا جماعة انا عايز منكم الدعم باللايك. يا جماعة كل اللي سامع الفيديو بتاعنا يدعمنا بلايك. انت هتخسر ايه لما تحط لنا لايك؟ بس كل اللي انا بطلبه منك ان انت تدعمنا باللايك مش اكتر. طيب ماشي، في اي حد له اي سؤال قبل ما نختم معنا الحلقة ديت، عشان نرفع لكم البرنامج اللي احنا بنتكلم عنه. البرنامج ده يا جماعة من خلاله ان انت تقدر تجيب شفرات القنوات كلها. من خلاله ان انت لو عايز اي تردد قناة مخصصة ممكن بتنزله من خلال البرنامج ده. لو عايز تعرف اي قمر من خلال البرنامج ده. تسلم لي تسلم لي. اسم الكريم إيه طيب؟ اسم الكريم ايه؟ استفاد منها، بتطلع منها بمعلومة، يا ريتك تقول لنا. حتى لو انت علقت تعليق سلبي انا برضو بسمع الكل. فلو القناة بتاعتنا بتعجبك بتستفاد منها بأي معلومة، يا ريتك تعرفنا، عشان لو في اي اخطاء نقدر ان احنا نصلحها، عشان المشاهد يستمتع معنا. احنا كل هدفنا ان احنا نوصل لكم المعلومة على قد ما نقدر. طبعا كل واحد بيوصل المعلومة على قد فهمه وعلى قد امكانياته. في قنوات تانية بتقدم معلومة أكتر مني، في قنوات تانية برضو بتقدم المعلومة ديت أقل مني. فيعني احنا ولا أعلى من حد ولا أقل من حد. احنا على قدنا وشغالين، وإن شاء الله كده هنقدم لكم كل جديد. براحتك يا أخي الكريم، براحتك علي طيب. رافع من العراق، أحلى ناس في العراق. تسلم لي، تحياتي لشعب العراق كله. ان شاء الله كده تكونوا من احسن البلاد كلها ان شاء الله. انا بحب الشعب العراقي. الشعب ده انا والدي، كان ايام الستينات والسبعينات كان شغال في العراق. حصل كان ايامها كان في احتلال. فطبعا كان بعد ما كان طالع من العراق كان طبعا شغال 4 سنين هناك. وبعد وهو طالع قالوا له الممنوع عملة تطلع بره البلد. فيعني الشقة ال4 سنين راح. قالوا له انزل واحنا هنحول لك الفلوس إلى البنك القاهرة. قعد حوالي 30 سنة عشان يستنظر الفلوس ديت، والفلوس ديت ما زالت ما جوش إلا هم حوالي 5000 جنيه بالمصري. فيعني تحياتي للشعب العراقي، وتحياتي للشعب الفلسطيني والجزائري والمغربي والتونسي وجميع الدول العربية. تحياتي لكم جميعا. تحياتي ليك. ان شاء الله كده نوصل لكم المعلومة على قد ما نقدر. انتوا العراق وكل الدول العربية ان شاء الله. ان شاء الله هنوصل لكم اي معلومة انتوا عايزينها. بس يا اخي القمر الاستر 23 استر 19. حبيبي تسلم لي تسلم لي يا عم رافع. أثر 19 ده لو أنت عايز تستقبله طبعا بيختلف من دولة لدولة. بس طبعا في العراق بتستقبله على نفس اللي احنا بنستقبله. بس الأفضل لو أنت تبعتنا إن شاء الله هنقول لك هنوريك شرح عملي وإزاي إن هو يبقى على مسطرة. وإن شاء الله بس انتظرنا. إن شاء الله في قناة في حلقات جديدة إن شاء الله هتنزل على القناة ديت، وهنطور من محتوى القناة. إن شاء الله هنركب لكم تركيبات جميع الأقمار. بس أتمنى من كل واحد فيكم إن هو ينزل تحت أسفل الفيديو، أو بعد الفيديو بس ما يخلص هلاقي في قناة اسمها قناة محروس الشرقاوي. أتمنى لو أنت تشترك فيها، عشان إن شاء الله هنرفع فيها فك شفرات القناة كلها وجميع ما يخطر على بالك إن شاء الله على القناة دي. أنا بدعوك إن أنت تشترك فيها، ده فضلا وليس أمر. وإن شاء الله انتظرونا في الحلقات القادمة، وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو في اي واحد عايز معلومة او يسأل سؤال قبل ما يفصل، يا ريت يقول لنا قبل ما نفصل، بس عشان احنا خلاص على وشك ان احنا نفصل البث المباشر. يا جماعة أنا هسيبكوا دقيقة، اللي عايز أي معلومة يستفسر عن أي معلومة، أي سؤال، أنا تحت أمركم. اتفضل اسأل سؤال عشان إحنا هنفصل بس المباشر بعد دقيقة واحدة. فلو ليك أي سؤال إن شاء الله قول لنا وإحنا هنجاوبك عليه. بس بخصوص البرنامج أو التطبيق اللي إحنا قلنا عليه، إن شاء الله بعد الفيديو، بعد ما أفصل بس المباشر، هتلاقي رابط التطبيق ده أسفل الفيديو، كل اللي عليك إن أنت تنزل. تسلم لي يا اخي، تسلم لي، تسلم لي، ده طبعا من ذوقك واحترامك، وطبعا ده يرجع برضو بلدك محترمة، فعشان كده انت طالع من الناس المحترمين. فان شاء الله يا رب كده اكون بوصل لك المعلومة صح، ان انت بتقدر تستفاد مننا. بس يا ريتك كده في كل فيديو انزله تعلق لنا، قول لنا المستوى بتاعنا حلو ولا وحش. يعني لو المستوى بتاعنا وحش عرفنا، لو المستوى بتاعنا مش وحش برضو عرفنا برضو، عشان لو وحش نطور من نفسنا، ولو حلو نستمر ان شاء الله. بس انا عايزك يا اخي كل ما انزل فيديو ان شاء الله ان انت تدعمنا وتقول لنا رأيك بالفيديو، حلو ولا وحش، عشان اللي ما كانش حلو نستمر ونحسن من القنوات الفيديوهات بتاعتنا. ويا ريت لو كل واحد ليه اي سؤال بخصوص اي فيديو معين احنا عايزين نعمله، ان شاء الله قول لنا كده ننزل لكم في تردد ايه او فيديو ايه الحلقة الجاية. ان شاء الله انتظرونا، واشوفكم في الحلقات القادمة. وكان معكم في العادة محروس شرقاوي. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.